السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الصندوق الأسود. النهاردة هنتكلم عن قصة صدمة وفجعة حقيقية ممكن أي ست تقع فيها بسبب اليأس وخداع الناس والدجالين. رانيا ست عندها 31 سنة، متجوزة من 8 سنين وعندها ابن واحد اسمه كريم. ابنها عنده مشكلة في النطق، ومن ساعة ما اتولد وهي عايشة حياة كلها مشاكل وقلق، لدرجة إن كل فلوسها صرفتها على علاج ابنها. رانيا ست بسيطة، كانت بتحاول بكل الطرق تجمع أي فلوس عشان تكمل علاج ابنها، واشتغلت تبيع فجل وجرجير في الشارع عشان تجيب فلوس لعلاج. 5 سنين كاملة كل قرش جمعته اتصرف على كريم. لكن بعد كل ده مفيش أي تحسن، والطفل برضه ما بيتكلمش، والدكاترة كلهم قالوا لها مفيش نتيجة. بدأت تسمع نصايح من جيرانها في الحي. واحدة منهم قالت لها ممكن ابنك معمول له سحر، والسحر ده هو اللي مخليه ما يتكلمش. روحي لشيخ روحاني وهو هيعالجه، احنا كلنا بنعمل كده. رانيا في البداية استغربت وقالت مستحيل، احنا صرفنا كل فلوسنا على الدكاترة. لكنها لما ضاقت بيها الدنيا قررت تروح فعلا للشيخ. الشيخ كان اسمه عادل، عنده محل قماش بالنهار وشقة للعلاج الروحاني بالليل. رانيا راحت له بالليل وحكيت له كل حاجة عن ابنها وحياتها الزوجية. قال لها مشكلتك بسيطة جدا، إن شاء الله تتحل، بس ابنك عليه 6 أعمال معمولاله في أماكن مختلفة، وكل عمل مربوط بروح شريرة أو جن أو شيطان سفلي. الموضوع هياخد وقت طويل، بس ما تقلقيش، هنحللك كل المشاكل دي وابنك هيتكلم في خلال كام شهر بس. رانيا كانت فرحانة لأول مرة شايفة في أمل، لكن بعد شوية بدأ الشيخ يتحرش بيها، مرة بالكلام مرة بالنظرات، وبعدين بقى بيطلب منها علاقة جنسية علشان يكمل علاج. وقال لها كل ده لصالح علاج ابنك اللي عليه شديد ومش هيتعالج غير بالطريقة دي، فلازم أعمل معاك علاقة وبعد كده يبدأ الخيط يتفك واحدة واحدة. رانيا كانت خايفة على ابنها ومضطرة تسمع كلامه. سنة كاملة وهي معاه في الموضوع ده، كل مرة بتروح له وتنفذ اللي هو بيطلبه منها. بعد سنة كاملة مفيش أي تحسن، كل اللي كانت بتعمله مع الشيخ كان بلا نتيجة. ورانيا أخيرا زهقت وحست إن هي بتعمل غلط. قالت أنا مش هكمل الموضوع ده تاني، ابني مش بيتحسن وده كله نصب ودجل. ولكن هنا الشيخ حذرها، قال لها لو بطلتي تجيلي ونعمل اللي احنا بنعمله، ابنك اللي هيحصل له انا مش مسؤول عنه، لان الارواح الشريرة هتأذيه وانت في نص العلاج، وكده انا ابقى شلت ايدي. رانيا حست انها مضطرة تعمل حاجة، والفكرة السوداء بدأت تتكون في دماغها، وقالت هو اللي دمر حياتي، لازم اتخلص منه. بدأت تحضر نفسها بهدوء وتخطط ليوم الانتقام، وتستغل معرفتها بالشيخ وتعرف هو امتى بيكون لوحده. وفعلا اختارت يوم هادي. رانيا راحت للشيخ كعادتها في نص الليل، لكن المرة دي كانت مرة مختلفة. قلبها مليان نار وإيديها شايلة سكينة تحت الهدوم. خدت التوك توك مع السواق اسمه أحمد واستناها بره البيت، وأول ما دخلت هجمت على الشيخ، وفي لحظة الشيخ أصبح مرمى على الأرض. رانيا لأول مرة تحس إنها اتحررت، لكن الخوف كان أكتر لأنها دلوقتي بقت ست قاتلة. بعدها حاولت تخفي الجريمة بتاعتها وخططت ترمي الجثة بعيد، لكن في شباب شافوها من بعيد وهي وأحمد سواق التوك توك بيشيلوا بطانية جواها جثة الشيخ. وهنا الشباب دول لما قربوا يكتشفوا إنها جثة بشرية. الشباب اتصلوا بالشرطة فورا وسلموا كل التفاصيل، والمحققين بدأوا التحقيق. اكتشفوا كل حاجة، تسجيلات وجلسات ومحاولات رانيا
لإخفاء الأدلة. رانيا اعترفت بكل حاجة، كل جلسة قالت عنها بالتفصيل، وعلاقتها مع الشيخ، واللحظة اللي نفذت فيها الجريمة. وكمان التحريات كشفت إن الشيخ عنده تاريخ طويل من النصب واحتيال على ناس تانية، واستخدام الشعوذة كوسيلة للسيطرة على الضحايا. والمحكمة قالت كلمتها. رانيا 25 سنة سجن، وأحمد اللي ساعدها برضه 25 سنة سجن. الدجالين بيستغلوا ضعف الناس وخوفهم على أولادهم. أي مشكلة صحية محتاجة صبر وعلاج علمي، مش حلول وهمية. اليأس ممكن يقود الإنسان لأفعال مدمرة. لازم يكون عندنا وعي وحذر. رانيا النهاردة في السجن، وأحمد كمان، ودي قصة حقيقية فضحت خطورة الدجالين والنصابين، وإزاي الخوف على الأطفال ممكن يخلي أي حد يقع في الفخ. اتعلموا تتحققوا من أي حد بتروحوا له، ما تروحوش عند النصابين والدجالين. الصبر والعلاج العلمي هو الحل الحقيقي لأي مرض أو مشكلة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. استنونا في الحلقة اللي جاية. سلام.